السلام الله عليكم، ورجعنا لكم بفيديو جديد. سنتحدث في هذا الفيديو عن بطولة كأس العرب قطر 2025، وبالتحديد المجموعة الثانية، والتي تضم منتخب المغرب والسعودية عمان وجزر القمر. طبعا اليوم أقيمت مباريتين في المجموعة الثانية. جمعت المباراة الأولى منتخب المغرب أمام منتخب جزر القمر، واستطاع منتخب المغرب بتحقيق الانتصار ب3 أهداف مقابل هدف على منتخب جزر القمر. بينما المباراة الثانية المنتخب السعودي يحقق انتصار على عمان ب2 مقابل هدف. ترتيب المجموعة الثانية بعد انتهاء الجولة الأولى: المغرب في الصدارة برصيد 3 نقاط، سجل 3 أهداف واستقبل هدف. في المركز الثاني المنتخب السعودي برصيد 3 نقاط، سجل هدفين واستقبل هدف. عمان في المركز الثالث دون نقاط، سجل هدف واستقبل هدفين. وجزر القمر في المركز الأخير دون نقاط، سجل هدف واستقبل 3 أهداف. مواعيد ومواجهات الجولة الثانية للمجموعة الثانية ستنطلق في يوم الجمعة القادمة الموافق 5 من شهر ديسمبر. ستقام مباريتين: المباراة الأولى ستجمع منتخب عمان بالمنتخب المغربي في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و3:30 عصرا بتوقيت المغرب. بينما المباراة الثانية ستجمع المنتخب السعودي بمنتخب جزر القمر في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة واليمن. بالتوفيق للمنتخبات المتواجدة في المجموعة الثانية، وأكيد سنوافيكم بكل التفاصيل القادمة حول بطولة كأس العرب قطر 2025.